بعد ذلك يبني سورا حول هذا الكوخ. وإذا جاء أحد الناس حتى يعيده إلى ملكيته يصرخون ويملؤون الدنيا صرخة ورقوا يريدوا الحماية الدولية إنهم يهدمون الكنائس وهم أصلا ليس محقين. اسمع الأكثر من هذا. دير الأنبا مقال عندك 600 فدان، يعني أكثر من 7 أمثال المسجد الحرام. عندك 600 فدان يعني أكثر 6 أضعاف أكبر كنيسة في العالم. طيب في أكثر من كده؟ اسمع إلى هذه الفاجعة. دير الأنبا مقال في وادي النطرون 2700 فدان. احسب النسبة والتناسب بقى. هم لا مظلومون، هؤلاء الصارخون، هؤلاء الذين يضربون الناس بالنار ويضربون الجيش بالنار، ويقول أحدهم سأضع أصبعي في عين المحافظ وإن لم يستقم خلال 48 ساعة فيموت موتة شنيعة. ما يعني موتة شنيعة؟ يعني سيقتلونه. هكذا على وسائل الإعلام كلها يهددون بالقتل مسؤولا من كبار المسؤولين في الدولة. ما سمعنا بأحد العلمانيين المجرمين الذين ملأوا الدنيا صراخا على كذبة أن أحد السلفيين قد قطع يا لضعفهم يا لضعفهم ومسكنتهم، إن أحد السلفيين قد قطع أذنا صليبيا في آخر الدنيا. لن تسمع واحدا منهم قال لهم ما هذا الذي تقولون. وقال هذا المظلوم المكبور من الأغلبية المسلمة قال 3 مرات يقول هديله باللي في رجلي. ما اعرفش كان لابس في رجله شبشب، كان لابس في رجله جزمة، كان حافي، ما اعرفش. هديله 3 مرات، هحط صبعه في عينه، هديله باللي في رجلي سيموت موتة شنيعة. ما شاء الله. ما هذا الاستضعاف؟ انظروا الى الاستضعاف. يا ريتنا مستضعفين مثلهم. لو قال مسلم نصف ما قال ما كان مصيره. والله من غير ما نقول مصيرنا معروف، من غير ما نقول هذا مصيرنا معروف. دير الأنبا مقال في وادي النطرون 2700 فدان، وأكبر كنيسة في العالم 105 فدان، وأكبر مسجد في العالم 85 فدان. مش هتكلم على مصر وعلى مساجد مصر، لا والله أتكلم عن عالمية، شيئا عالمي. إن هذه الأرقام إنها أرقام دول، إنها أرقام دول. ثم لهم دير آخر في وادي النطرون، دير البيشور 1428 فدان. احسب عدد الفدادين وانظر إلى الظلم الذي تظلمونه النصارى أيها المسلمون. أنتم ظالمون، أنتم معتدون. كيف لا تتركونهم يأخذوا مساحة الدنيا كلها، مساحة مصر كلها ويعملوها ليه؟ أنتم ظالمون. لماذا تقولون لكم مساجد؟ حفظوا المساجد لا كنائس حتى تكونوا عادلين. أنتم ظالمون أيها المسلمون. يقول الدكتور حلمي وقاعوس في مجلد المختار الإسلامي عدد 2 يوليو 2011، ومن هنا تعلم من هذه المساحات أن المقصود ليس دور العبادة، وإنما بناء الكنائس يمثل هدفا عدوانيا، يمثل هدفا عدوانيا ينهض به المتمردون الطائفيون الخونة من منطلق ما يسمونه تحرير مصر من الإسلام. عايزين يحولوا وجه مصر،
يزرعون في كل مكان كنيسة وفي كل مكان دين حتى يتحول وجه مصر الإسلامي إلى وجه الصليب. هذا هو المقصود، تحت منطلق ما يسمونه من تحرير مصر من الجهل. هذا كلام قانون صراحة موجود بالصوت والصورة. يقول احنا أصحاب البلد واحنا عرفنا ضيفنا المسلمين وإن قالوا أدبهم احنا اللي بنقل أدبهم علينا، احنا اللي بنقل أدبنا عليهم، وإلا أدبهم وإنقل على المسلمين علينا، وإن كل ده طبعا العالم كله، وإن قل أدبهم علينا يرحلوا كده، يرحلوا 3 مرات. واحنا مش هنرحل، احنا مش هنرحل. ثم المتظاهرون من وراهم بيقولوا علينا أقلية، احنا أصحاب البلد دي. هكذا. إذا مسألة التحريش والتحرش بالمسلمين ليس مقصود العبادة. عبادة عايزين تصوروا إن هو الدير، أحد الأديار اللي فيه 600 فدان ده بيعيش فيه كام؟ 6 رهبان. 6 رهبان. يعني احنا كلنا كده اهو تصور احنا رحنا ب 600 فدان. المقصود كما يقول الدكتور حزب القاعود هو ما يسمى تحرير مصر من الإسلام وطرد الغزاة المسلمين وتغيير شكل مصر لتكون خلقا آخر. الهدف الأول للتمرد هو زرع مصر، زرع مصر الإسلام، مصر المسلمة، مصر الإسلامية، رغما عن أنفهم وعن أنوف آبائهم وأجدادهم وأسيادهم في البيت الأسود وأجدادهم في الكنيسة. مصر إسلامية وستبقى إسلامية، ودون ذلك خلط القتال وأشلاء ودماء متناثرة وقتل وأكثر من هذا. والهدف الأول التمرد هو ضرب مصر المسلمة بالكنائس وشراء الأراضي والاستحواذ على الصحراء وإقامة الأديرة والمباني الكنسية على هيئة قلاع ضخمة سميكة الأسطح والجدران، وكأن القوم سيخوضون غدا حربا ليست بالأسلحة التقليدية كما يقول الدكتور حلمي القاعود، إنما كأن قوم سيخوضون حربا نووية على الأبواب. يقول الدكتور محمد عباس في لقاء قناة الحكمة، يقول إن الفاتيكان يرصد 24 مليار دولار. 24 مليار دولار، واحنا المساجد بنجمع بالملاليم. المسجد عشان نجيب له مكنسة عادية بنجمع بالملاليم، المسجد عشان يتجدد بيجمع. الفاتيكان رصد 24 مليار دولار لبناء الكنائس في مصر. لماذا؟ على الاستفادة. يقول الدكتور حلمي القاعود يتصايح المتمردون الطائفيون الخونة أنهم محرومون من بناء الكنائس ليعبدوا الله فيها إلههم، بينما الكنائس فارغة، ولكن القوم يحولون الأمر إلى قضية دولية ويستقون بالكونغرس للضغط على الحكومة المصرية، وينسقون مع الكنيسة في الداخل ليخرج القانون، قانون العبادة الموحد على مقاصدها، حيث يسمح لهم. مش كفاية دي، مش كفاية الملايين مئات الأبدنة، يريدون أن يسمح لهم بالبناء كما يقول الدكتور حلمي القاعود في كل حارة وزنقة وشبه. هذا القانون
سيصدر خلال أسبوعين. فيقول الدكتور محمد القاعود محذرا بعدم صدور هذا القانون، يقول إنه يجب أن تتريث الحكومة في إصدار هذا القانون الظالم الذي يسمح لهم بزرع الكنيسة في كل شبر وفي كل زنقة وفي كل زاوية. يجب أن تتريث الحكومة في إصدار هذا القانون الظالم الذي يهدد بإشعال حريق وطني لا يعلم مداه إلا الله. عايزين نحط شروط على المساجد. الشرط الأول إن ما يكون بين كل مسجد ومسجد كيلو. طب هم عندنا فرق لسان الحد فقط، أما نحن فنذهب إلى المسجد 5 مرات في اليوم ذهابا وإيابا. تصور لو إن بيني وبين المسجد كيلو، يبقى رايح كيلو جاي كيلو 2 كيلو، 2 كيلو في 5 مرات يبقى 10 كيلو. أسير كل يوم 10 كيلو مترات حتى أصلي، ثم لا يكتفون بذلك. إنهم يشترطون أن يكون المسجد على قراء، ثم يشترطون أن يضع الذي يريد بناء المسجد 100,000 جنيه في البنك دليلا على جديته، ثم يشترطون ويشترطون ويشترطون. أما الكنائس فإنهم لا يشترطون لها شيئا، حتى إنهم كانوا يضعون بندا فيما يسمى بقانون العبادة الموحد بأن المساجد والكنائس لابد أن تخضع إدارتها المالية للدولة، فصرفوا لا نسمح بأن تشرف الدولة على موارد. لماذا؟ لأنهم يعلمون المليارات التي لا تأتيهم ولا ندري كيف أتت وأين ذهبت وفيما تستخدم. يقول الدكتور محمد عباس إنهم في كل مرة يصرخوا ويضربوا. طبعا مش المرة الأولى اللي ضربوا فيها بالنار. أنا كنت أود أن آتيكم بقصتهم من عام 71، لكني وجدت يعني الوقت ضيق جدا. كل مرة يضربوا بالنار والناس كلهم يعلمون أن الكنائس مليئة بالنار. والدكتور محمد شعبان قال لهم إننا ندعو كمسلمين أن عندكم في الأديرة والكنائس أسلحة، هذا ضرورة. ما عليكم لو فتحتم الأديرة والكنائس واقطعوا الشك باليقين، ولكنهم يرفضون هذا لأنهم يعلمون في كل مرة يأخذون بعد صلاتهم وبعد ظلمهم، كما يقول الدكتور محمد عباس في كل مرة يستخدمون الأسلحة والمسلمون يعدمون. في كل مرة يقيمون المظاهرات في الكنائس وتمنع المظاهرات في المساجد. في كل مرة يرتكبون الجريمة ونحن الذين نعاقب. سبحان الله، ما هذا الظلم؟ من المظلوم في هذا البلد؟